هو إيه هو التقويم الشمسي؟ فكرة التقويم الشمسي بدأت على أرض مصرية على إيد أجدادنا المصريين القدماء، وبعض العلماء بيرجعوا التقويم الشمسي ده لعهد الملك زوسر في الأسرة الثالثة. اكتشفوا المصريين القدماء الزراعة واعتمدوا زراعتهم على نهر النيل، وطبعا نهر النيل بيفيض كل فترة بمعدل ثابت، فقرروا إن هم يراقبوا الكون ويدرسوا الفلك لتنظيم الزراعة. لاحظ المصريين القدماء إن فيضان النيل بيبدأ مع ظهور نجم الشعر اليمنية، وأطلقوا عليها اسم سوبت واعتبروه بداية السنة. وبعد كده قسم الكهنة السنة ل 260 يوم، بالإضافة ل5 أيام اتعرفت بأيام النسيم في نهاية كل سنة، واعتبروها أيام أعياد الآلهة أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس وحورس. قسموا السنة ل 12 شهر، والشهر 30 يوم، واليوم 24 ساعة، 12 ساعة الصبح و12 ساعة بالليل. وقسموا السنة ل3 فصول، كل فصل بيحتوي على 4 شهور. أول فصل فصل الفيضان وهو اسمه أخت، وتاني فصل هو فصل الصيف واسمه شمو، وتالت فصل الشتاء اسمه بيرت. وقسموا عدد ساعات اليوم عن طريق المزاولة، ولكن مع مرور الوقت اتأخرت السنة الشمسية من بداية الفيضان الفعلية. ولكن بطليموس الثالث حاول انه يصلح الخطأ اللي عمله المصريين القدماء في التواريخ، وده باقتراحه ان احنا نزود يوم كامل كل 4 سنين، وده اللي بنسميه دلوقتي السنة الكبيسة. وبعد بطليموس الثالث تم إهمال الاقتراح ده ومحدش عمل بيه، وبعديه أخد يوليوس قيصر التقويم المصري والإصلاح المقترح وطبقه في روما. وبعد كده نقلوا أغسطس لمصر بعد احتلاله ليها سنة 30 ميلادية. وهكذا كانت فترة التقويم بدايتها على أرض مصر، وطوروا الرومان وعدلوا بعد كده في القرن ال16 اللي سموه بعد كده التقويم الجريجوري، واللي فضل يعملوا بيه لغاية دلوقتي.